السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا بقى كده، تعالوا نشوفوا النهاردة هنعمل إيه. رز معمر. وبصوا تعالوا احكي لكم بقى انا ايه اللي حصل لي وانا بعمل الرز المعمر. إيه. رز معمر يعني لازم يكون عندنا بريم، او ممكن تعمليه في صينية عادي. بس هو الصراحة البرام بيديله طعم تاني خالص. البرام بيخلي كده ليه طعم مختلف تماما عن الصينية. ممكن تعمليه في بايركس، ممكن تعمليه في اي صينية ألمونيا او اي حاجة، ولكن البرام بصراحة بيديله طعم جميل قوي. ده كيلو من الرز، وهنحطه دلوقتي في البرام بتاعنا. والرز ده مغسول كويس قوي، ده رز عادي مصري عادي. وهننزل بقى دلوقتي، معانا زبدية اهي، ومعانا كريمة. دي سمنة دلوقتي كده معانا، هنحط كده ايه حوالي 3 معالق كبار من السمنة. ومعانا الكريمة بقى، دي ممكن يعني ايه على حسب انتي ما تحبي. انا جايبة حوالي تمن كريمة تقريبا، يعني هي اقل تقريبا من الربع. انتي بقى ممكن مش عاوزاها براحتك، ممكن عندك قشطة، ممكن عندك وش اللبن براحتك خالص. وبص اهي نزلت بيها دي عليهم، ولازم تقلبي كله مع بعضه، يتتقلب كده علشان خاطر السمنة والكريمة والزبادي يخشوا يشربوا كده في الرزاية. وتيجي وانتي بتاكلي كده، بتاكلي كريمة في بقك مش بتاكلي رز. ودوت كيلو الا ربع من اللبن، بس نص لبن والربع ميه. فانا غليتهم الاتنين مع بعض، حطيتهم مع بعض وغليتهم عشان يبقى ايه، يعني ما انتي مش هتحطي على الرز المعمر، ما ينفعش يتحط عليه لبن صوفي، لازم يكون في نسبة من المية او الشوربة. لو عندك شوربة حطي شوربة عادي. ونزلت هنا بالملح وقلبتهم كده مع بعض، وبعد كده هدخله الفرن. تمام. تقدري بقى انتي لو عندك لحمة حطي فيه لحمة، بس تكون مستوية، يعني انتي سلقاها وتكون مستوية معاكي، لان ما ينفعش انتي تحطيها نية في البريم مع الرز يعني. لازم تكون مستوية، وتحطيها في الاول كده، وتحطي اللبن عليها وحاجاتك كلها. خلاص. وهنا بصوا بعد ما طلعته انا، بعد ما دخلته الفرن، المفروض ان انا ولعت الشوايه وولعت الفرن، ولكن للاسف ان الشوايه اتطفت بعد ما انا قفلت الفرن. وده اللي انا اكتشفته وانا جايه اطلعه، ان الشوايه مقفوله، وان الوش معايا يا دوبك اتحمر، ما ادانيش كده القبه دي بتاعت الكريمه. المفروض كانت الكريمه تنفخ معايا من فوق وتطري كده الحبايه. وهنا اضطريت ان انا احط معلقه رز كده، معلقه سمنه بسيطة كده عشان تطري معايا الحباية من على الوش. بس والله كان طعمه خرافة تحفة. شارب من الكريمة، شارب من الزبادي والسمنة. لما قلبتهم كلهم مع بعض كان طعمه حكاية، طعمه تحفة. ولما تعملي الرز المعمر اعمليه بالطريقة دي. قلبي فيه الكريمة والزبادي، وانتي هتشوفي ان شاء الله النتيجة عاملة ازاي. يعني كان مفلفل كده، والقعر ما لزقش، ما اتلسعش، ما تحرقش مني خالص. لا بسم الله ما شاء الله، كان جميل. وطبعا دخلته على الشبكة في الوسط كده، مش تحت ولا بتعليها. واتمنى ان انتي تجربيه. ويا ريت لو اول مره تشوفيني تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله. مع السلامه.